افرحوا، انفانتينو رئيس الفيفا هيتشال بسبب ماتش مصر والارجنتين، مش علشان الماتش نفسه ولكن علشان اللي اتفتح عليه من الماتش. لو انت ما تعرفش، ففي الساعات الاخيره بعد ماتش مصر والارجنتين ظهرت تقارير صحفيه كفيله تخلي انفانتينو ده ما يبقاش يعني مجرد ان هو بيتحقق معاه او مجرد ان هو يستقيل، لا ده كمان وارد ان الموضوع يوصل للمحاكم. ليه يا باشا؟ في البدايه بعد ماتش مصر والارجنتين كان في ردود فعل عالميه كبيره جدا. من مين؟ زي ابراهيموفيتش واحد من اشهر اللعيبه على مستوى العالم، زي جوزيه مورينيو واحد من اكبر المدربين على مستوى العالم. بداوا ان هم ينتقدوا اللي حصل وقالوا اللي احنا شايفينه ده مش مجرد مباراه وحصل فيها غلطات تحكيميه، ده يعني ظلم واضح، وده واضح جدا انك مش عايز تدي الماتش لمصر، وواضح كده انك بتلعب للموضوع من ناحيه تسويقيه. احنا كنا فاكرين ان هو ماتش ظلمنا فيه وخلصنا، الا ان سبحانك يا رب الماتش ده ربنا جعل اللي حصل فيه سبب علشان كل اللي فات وكان بيحصل من الفيفا يظهر دلوقتي. في البداية كان في بعض التقارير بتقول ان رئيس الفيفا بيشارك في بعض العمليات اللي ما ينفعش انه يشارك فيها، خصوصا ان هو في منصب زي ده. ايه العمليات دي؟ عملية توقع المباريات. زي ايه؟ زي ان شخص يبقى قاعد معاه 100 مليون دولار يقول لك انا هراهن ان منتخب الارجنتين هيكسب منتخب مصر. طبعا كان الطبيعي وكل التقارير بتقول ان الارجنتين هتكسب مصر، يعني بالورقه والقلم ده فعلا اللي كان بيحصل. فناس تقول لك ايه، والله انا براهن مثلا ب 100 مليون دولار. تمام، حلو. فال 100 مليون دولار دول هيكسبوهم كام؟ 120 مليون دولار، دول ال 20 مليون دولار المكسب. الباشا بقى يعني انفانتينو كان بيلعب القصه دي بس مش لوحده، معاه ناس كتيره جدا وناس يعني رجال اعمال على مستوى العالم مشاهير، وفيهم ناس سياسيين وشخصيات. يعني هو بيلعب لهم اللعبه دي بمعنى اصح، مش القصد اللعبه اللي على التليفون الحوار ما يجيش كده في دماغ، لا الموضوع اكبر من كده بكتير. انا اقصد اللعبه اللي هي القصه دي اللي انا بحكيها لك. فهم بيعملوا ايه؟ كانوا متوقعين ان منتخب الارجنتين هيكسب منتخب مصر. تمام. بدأ لما منتخب مصر يكمل، لو تلاحظ هتلاقي رد فعل انفانتينو على كل كوره يلعبها منتخب مصر او صد ضربه جزاء ان هو فجاه تحس ان هو متضايق، تحس ان هو مستغرب، وكأن الموضوع مش مجرد ماتش او مجرد ده واحد بيشغل منصب والمفروض ان هو يبقى حيادي. اتضح بقى ان التقارير الصحفيه اللي انتشرت على مستوى العالم بتقول لك ايه؟ ان هو بدأ يقلق علشان الفلوس بتاعه المذيعين، الناس اللي مدياله فلوس يلعب بيها في القصه دي. ان هو في شركات معينه متخصصه في المجال ده بتيجي تاخد الفلوس بالتحويل منه، تسلمه بعد الماتش على طول المبلغ بالارباح بتاعته. وعلى فكره الحكايه دي حصلت زمان كتير مع اكتر من رئيس اتحاد. يعني علشان دماغك ما تجيبكش ان الكلام اللي بقوله لك ده لا يا فارس مش هتوصل لكده، لا هي بتوصل لكده. مفيش حد بيمسك منصب بره في الامور دي بتاعت الكوره بالذات الا لما بيستفاد منها. علشان كده بيصرف ملايين الملايين هدايا هنا وهنا علشان يقدر يوصل للمنصب ده. الحقيقه بقى ان انا كنت فاكر ان التقارير دي اي كلام، اتضح ان التقارير دي قلبت الدنيا وكل الناس عماله تتكلم فيها، لدرجه ان في اتحادات دوليه، مش هذكر اسامي الدول دي علشان طبعا يعني كل واحد اكيد هينزل البيان بتاعه، ولكن التقارير اللي نزلت في صحف عالميه بتقول ان دول من ضمنها دول عربيه بدات ان هي هتهدد بالانسحاب من اي حاجه او اجنده دوليه هتنظمها الفيفا لحد ما يحققوا مع انفانتينو. فبدات كمان اتحادات اوروبيه هي كمان تضغط على الموضوع ده، من ضمنها مين؟ الاتحاد البرتغالي بدا ان هو يضغط ان هم عايزين يحققوا مع انفانتينو، لدرجه ان الهاشتاج اللي متصدر دلوقتي هو الهاشتاج اللي بيطالب بالتحقيق مع انفانتينو. عارف معنى كده لو اتحقق معاه ايه اللي هيحصل؟ من 70 ل 80% هو خلاص بره الفيفا وهيبدا يخش في تحقيقات وقصه كبيره ونيابه، زي بالظبط اللي حصل مع يعني الرئيس اللي هو اللي قبله، نفس اللي حصل بالظبط. فتفتكر انت بقى هل التقارير دي هتوصل فعلا لحاجه معاه ولا هتبقى مجرد كلام والموضوع خلاص عدى وخلص؟